الناس اللي عايزة تربي فراخ للإنتاج البيض أو للحم أو بط ينتج معاكي بسرعة يعني، وزنه يكون حلو، إنتاجه يكون برضو حلو معاكي. فطبعا هنا البط المسكوف الخليط والفراخ البلدي، سواء إذا كان بلدي مشعر أو بلدي حر، فما شاء الله إنتاجهم بيكون حلو. وممكن تأسسيهم يعني من عمر اليوم لحد عمر الشهر على علف 23%. وبعد كده واحدة واحدة تبتدي ان انت تدخلي لهم كده حاجات مع العلف، بحيث ان الانتاج بتاعهم يكون عالي، الوزن بتاعهم يكون حلو. اهم حاجة طبعا نوع الفرخ من الاول، هاتي فرخ نوعه حلو، يعني هاتي فرخ من مكان معروف مفيش اي عيوب، او البط كمان هتاخدي منه احلى انتاج. وطبعا هتهتم بيهم، هتأسسيهم صح، هتديهم التحصينات المبدئية في أول شهر، هيكبروا معاك على طول.